أهلا بيكم. تغيرات كبيرة كانت موجودة معانا في الأسواق خلال اليومين الأخيرين. أولا بدأت الحالة الإيجابية باتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مع نهاية الأسبوع الماضي، ومع أو قبل بداية تداولات الأسبوع الحالي تم الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين بيشمل خفض التعريفات الجمركية بنسبة 115% وتأجيل التعريفات الجمركية لمدة 90 يوم، وبالتالي حالة من التفاؤل بتعود إلى الأسواق وارتفاع شهية المخاطرة بشكل كبير، وده انعكس بشكل سلبي على الملاذات الآمنة زي الذهب والين الياباني اللي تراجعوا بشكل كبير، واللي متوقع ان هم يستمروا في التراجع خلال الفترة الجاية، وانعكس بشكل ايجابي على اسواق الاسهم الامريكية وعلى الدولار الامريكي وعلى الاسواق ذات المخاطرة العالية بشكل كامل. الفكرة كلها ان احنا الفترة الجاية متوقع ان يكون اسواق الاسهم الامريكية هي المستفيد الاكبر من كل ما يحدث، نتيجة ان هي عندها تم حل مشكلة التعريفات الجمركية ولو بشكل مؤقت لمدة 90 يوم فقط، وهنشوف بعد كده اللي هيحصل، وايضا بسبب اقتراب عمليات خفض الفائده الامريكيه في يوليو القادم، واللي متوقع ايضا ان هي تنعكس بشكل ايجابي على اسواق الاسهم الامريكيه، وبالتالي ده اللي بيخلينا نقول ان اسواق الاسهم الامريكيه ستكون المستفيد الاكبر، وده انعكس بشكل واضح جدا في عمليات التصحيح اللي بدات تظهر واللي كانت سريعه جدا. الناسداك مثلا قدر ان هو يعوض الكثير من الخسائر اللي حصلت له ويقلصها بشكل كبير، ومتوقع ان هو يبدا يستهدف القمه التاريخيه اللي حققها من جديد، وبالتالي اسواق الاسهم الامريكيه التركيز هيكون عليها كبير جدا. احنا الفتره دي هتكون فتره لاعاده التمركزات الشرائيه على اسواق الاسهم الامريكيه، على العكس بقى الدول الامريكي نقدر نقول ان هو استفاد بشكل ايجابي اليومين او اليوم الاخير، لكن الفكره كلها ان احنا مش متوقعين ارتفاعات قويه على الدولار، لان في النهايه احنا منتظرين خفض الفايده من جانب الفدرالي الامريكي، وده مش هيكون في صالح الدولار، ده هيكون في صالح اسواق الاسهم الامريكيه، وشفنا تاثير ده ان الدولار ارتفاعاته ما كانتش بالشكل كبير. يمكن متوقع ان هو يحقق بعض الارتفاعات خلال الفتره الجايه امام العملات، لان احنا لو قارنا مثلا احنا عندنا المركزي الاوروبي بيخفض الفايده او خفض الفايده قبل الفدرالي الامريكي، وده اضعف من اليورو امام الدولار، وبالتالي الدولار مسيطر او قوي امام العملات بسبب ضعف العملات الاخرى، لكن مع او بمجرد خفض او بدء عمليات خفض الفايده الامريكيه ممكن ان احنا بنبتدي نشوف اشارات ضعف من جديد على الدولار الامريكي. العملات الرقميه ايضا بتستفيد بشكل كبير، وبتتداول البيتكوين اعلى مستويات ال 100,000 دولار، نتيجه ان بقى عندنا صوره جديده للعملات الرقميه او فكره جديده وهو استخدامها كاداه تحول ضد الازمات من جانب بعض الدول زي ما كان عندها تصريحات كتير، وده بيخلي العملات الرقميه والبيتكوين تحديدا تعود للمسار الصاعد بشكل قوي، ونبدا من جديد في استهداف القمم التاريخيه الفتره الجايه، خاصه لو كان عندنا بعض الدعم من جانب دونالد ترامب خلال الفترات اللي جايه، وده الملف اللي متوقع ان او من ضمن الملفات اللي متوقع ان دونالد ترامب يركز عليها خلال الفترات اللي جايه. ما تنساش كمان ان احنا عندنا اخبار التضخم الامريكيه واللي هيتم صدورها اليوم واللي هتكون مؤثره على الاسواق بشكل كبير، لان اي تراجع للتضخم اقل من مستويات ال 2.4% بيرفع معدلات خفض الفايده او بيرفع التوقعات بخفض الفائده الامريكيه لثلاث مرات بدلا من مرتين، لان وقتها مش هيكون عنده مشكله في التضخم، لكن لو ظهر التضخم اعلى من مستويات ال 2.4% اعتقد ان التوقعات وقتها هتقل وهيكون التاثير سلبي على اسواق الاسهم الامريكيه. قولوا لنا رايكم وتوقعكم لتحركات اسواق الاسهم الامريكيه وللذهب خلال الفتره الجايه في الكومنتات، ولو حد عنده سؤال يسيبه، واستنونا في فيديو جديد.